خش يا بنت. عايزه تفضحينا يا بنت وتودي نفسك في داهيه وتلم علينا خلق الله ليه؟ شيل ايدك من عليا، بلاش تعمل فيها دور الاخ الراجل اللي خايف على بيته واخته مش لاقي عليك. ليه يا بنت انا عدوك ولا ايه؟ ما انا اخوكي زي اللي مات بالظبط وزعلان عليه يمكن اكتر منك، بس انا غيرك يا روح، انا راضي بقدر ربنا. خليتي للجهله هي متعلمه انت. بقى العظيمه امال اللي حصل لايمن. ايه؟ في ايه؟ بتزعق لاختك ليه؟ في ايه؟ ايه ده؟ انت متبهدله كده ليه؟ ما تنطق يا ابني، اختك مالها؟ بقيتك يا اما بنتك راحت لعظيمه كانت عايزه تقتله بالسكينه لولا ستر ربنا مسكت ايدها في اخر لحظه. يا نهار، ازاي تعملي كده؟ ليه يا بنتي تعملي في نفسك كده؟ وتضيعي روحك؟ كفايه اللي راح. ما هو عشان اللي راح يابا كان لازم اعمل كده. عظيمه هو السبب في قتل ايمن. طب وحق ايمن من عظيمه مين اللي هيجيبه؟ صفوان اللي رمى نفسه تحت رجلين عظيمه وبعد دم اخوه. برضه تاني بتقل ادابها ومفيش حد عارف انت اسم ولا ايه. ردي شيل ايدك من على اختك. اوعى تمد ايدك طول ما انا موجود وطول ما انت ماشي ورا عظيمه دوت. انت لا ابني ولا عايز اشوفك. دي شكرا بتاعتك يابا. دي الحكومه كانت هتاخد بيتك والراجل قدرني وكبرني ومشاها. عاجبك كلام ابويا يا اما؟ روح لحالك يا صفوان، لما ربنا يهديك وتبعد عن سكة عظيمة بيت أبوك مفتوح لك. حسبي الله ونعم الوكيل في دي عيلة. هو اللي يعمل الصح في الزمن ده يبقى غلطان. حقي عندك يا رب، حقي عندك يا رب. ابويا قال لي ان انا لازم اجي عشان اصالحك. يعني انت ما جيتش تصالحني غير لما خالي قالك؟ تعرف كويس قوي مياد ان انا عمري ما كسرت كلمه لابويا، وفي نفس الوقت احنا بينا 10 سنين. ما ينفعش تخلص في ساعه شيطان. ساعة شيطان ترمي عليا اليمين في الشارع وتمشيني مقهورة؟ عشان ما كانش ينفع تيجي من غير ما تقولي لي، ولما جيتي لقيتيني باخد واجب العزاء. ما كانش صح تعملي اللي عملتيه. غيرانة يا علي، بغير على جوزي وبحبه. هو أنا مش ست زي كل الستات؟ ولا أنا مش ست وبتحس؟ مش كفاية إني عايشة وساكتة ومستحملة؟ مستحملاه يا ميادة؟ ايه اللي انت مستحملاه؟ عليا النعمه لو ما بطلت النغمه دي في الكلام ما هيحصل لك كويس ومش هشوفه قدامي. بفكرك إني أصيلة يا علي، إن لو واحدة غيري كانت سابتك ومشيت. بفكرك عشان ما تنساش زي ما نسيت امبارح وطلقتني. بزياداكي معايرة يا بنت الناس وبلاش تفكريني تاني، عشان ساعتها انت اللي هتزعلي مش انا. واسمع مني النهاية، هنعيش مع بعض بالحسنى والمعروف، وهتبقي طيعة لجوزك يمين يمين شمال شمال هشيلك فوق راسي. هتحودي مني وهتعيشيني في قرف ونكد والحاجات اللي انت بتعمليها دي. ما تلوميش الا نفسك. عمرك سألت روحك أنا بعمل كده ليه؟ عشان بحبك، بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. واللي هتفكر تاخدك مني هاكلها بسناني. ربنا يكفيك شر الست لما تحب وتتكسر. وربنا يكفيكي شر لسان الست لما يبقى عامل زي الكرباج بيجلد كل اللي حواليه. عمرك سألت نفسك آخر مرة قلت لي فيها كلمة حلوة كان امتى؟ آخر مرة سألتيني مالك يا علي؟ جواك ايه يا علي؟ ها؟ عمرك ما عملتيها. مع ان انا راجل زي اي راجل مهما كنت مبين لك ان انا قوي وشايل هموم الدنيا على كتفي، برضك محتاج الست اللي تطبطب وتنسيني مقاس الدنيا، وانت عمرك ما عملتي كده. طب خلاص ما تزعلش، بس في حاجة لازم أقولها لك. الست اللي هتفكر تاخدك مني يمين بالله لا اقتلها. ردني ردني. رديتك.
فاهمه يعني كل ده دقيقتين؟ معلش والله انا اسف، بس كنت بشيك على عمال. طب هي شركه صاحبك مهندس الديكورات دي في الاتفاقيه؟ لا في المعادي، ربع ساعه بالظبط وانا بقى راكبه العربيه. انا بس عايزك في موضوع اهم بكتير من كل ده. موضوع ايه؟ وانا دلوقتي لو وقفت في نص الشارع وقلت بعلو صوتي ان انا بحبك، تعملي ايه؟ سيف انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ وما انت عارفه، ولا نقعد بقى مقضينا نحنحه وكلام حب من تحت لتحت ومحدش هيعترف للتاني. سيف يلا بينا نمشي لو سمحت، او يعني عادي جدا ممكن نخليها اي وقت تاني. ايه مالك وشك جاب الوان كده ليه؟ انت متضايقه ان انا بقول لك اللي انا حاسس بيه؟ لا طبعا انا مش متضايقه، انا بس عشان يعني انا بس حاسه ان انا مش، يا لهوي مش عارفه اتكلم. ما تيجي نمشي والنبي، يلا يا سيف. طب فين الرسمه اللي قلت لك ترسميها لي؟ عايزها ليه؟ عايز احطها عندي في الاوضه عشان كل ما توحشيني ابص لها. سيف يلا بينا يا سيف، هنتاخر. انا مش هتحرك من هنا غير لما تقولي لي حاسه اللي انا حاسه ولا طار الموضوع من دماغي. يعني انت مش حاسس؟ حلو قوي حلو قوي اخيرا. طب بقول لك ايه، استني بس 5 دقايق هدي حد فلوس واجي لك على طول، مش هتاخر عليكي ماشي؟ اقعدي بس في العربيه افتح عليك دلوقتي. في ايه؟ اتفق معاك على كام يا حلوه؟ طب اقول لك فرعي ولا هديك الدبل؟ انت راجل قليل ادب وما تربيتش. انت عبيطه يا بت، اهدي بقى. وسع من طريق يا حيوان انت. مش هوسع. بقول لك وسع. ايه؟ وانت مالك؟ هو اللي مالي يا عم مالي؟ ورا يا الكوري، انت بتمد ايدك على راجل من رجالتي؟ راجلك قليل ادب وعايز يتربى، وما تحطش ايدك عليها تاني. تصدق انك واد ناقص ربايه. عنك انت يا معلم، ما تاخش ايدك. حاضر. ياض في ايه؟ الحق يا معلم علي، سيف اخوك بيتضرب في الشارع. بتقول ايه يالا؟ بيتضرب يا معلم. حاسب يالا، حاسب يا عم. علي يا كلاي، ابن معلمك هو اللي غلط ومد ايده على الراجل اللي شغال معايا. طلع نفسك بره القصه دي، وانت عامل حمى ولا ايه؟ جاموسه بتقول الطور بيحزق، قال لك الطور بيحزق ليه؟ قال لك تحميل جمايل، مالكش دعوه بالموضوع. رجالة خليل وغندور الملك خط أحمر على أي حد، واللي يمسهم يمسني. يبقى أقول للراجل اللي رباك يعلم ابن الصح من الغلط، عشان المرة الجاية هيبقى فيها كلام تاني. خلاص يا غندور، عشان خاطر الجيرة بس، واحنا معلمين برضك ونفهم في الأصول. طيب يا معلمين يا اللي ما يعدكمش العيبه، انا اخويا اتربى على ايد المعلم منصور الجوهري، اللي يقعدكم نفر نفر ويرصكم قدامه انتوا وعيلتكم، ويعلمكم ويشرح لكم الاصول اللي انتوا تعدتوها. الاصول بتقول ان الراجل ده لما يغلط يرجع لكبيره، للمعلم منصور الجوهري، مش تنمره قدام الخال. ايه اللي حصل يا ابني؟ الواد ده عاكس هايدي بنت الكابتن سعيد، ولما وقفت لهم اتكتروا عليا كلهم، والواد ده مد ايده عليا وضربني بالقلم. حلو انت يعني؟ تعال، يبقى العين بالعين والسن بالسن، والبادي ايه؟ البادي ايه؟ ريحنا عشان اريحك. ده تمام عيلة الجوهري الدبل، اللي بيعلم عليهم علامة بياخدها 2 وأحيانا 3. انت عارف اللي انت عملته ده معناه ايه؟ معناه إن معلم منصور الجوهري لو شم خبر باللي حصل لابنه هتتقلب دم وحرب، مش هيفضها بينا غير الحكومة. أنا عملت كده عشانكم مش عشاني. أنا حقي وخدته بالواد اللي وقع، أنا كده مرضي. عاوزين بقى تكبروها وتفخموها، يلا بينا أنا معاكم، والحكومة تحل ما بيننا، ونلبس كلنا كلابوش ونتونس مع بعضنا في التخشيبة. أمين يا معلمين؟ بالأونطة. مين دول اللي غندور تكبر لكبيرك. وسع منك ليه؟ اوعى. ايه اللي حصل يا سيف؟ هنعيده من تاني يا غندور يا مالك، ان كنت ناسي افكرك. خلاص يا حاج ألمظ، الحكاية خلصت، وسيف خد حقه مرتين. ربنا يديك على قدك.